عارف يعني إيه لما أنت تلاقي قرية غريبة ملهاش أي وجود على الخرايط الحديثة بتاعت دلوقتي، والقرية ديت تدخلك في متاهات غريبة جدا، وهي القرية الملعونة، وهي قرية سرجة. في قصة حصلت. كان في راجل اسمه علي موظف في أرشيف قديم تحت مبنى حكومي مهجور من زمان. وفي يوم وهو بينظف في القبو لقى ملف قديم جدا مغلف بشمع أحمر وعليه ختم غريب مكتوب عليه لا يفتح أبدا. فضوله غلبه وأخد الملف معاه البيت وفتح الصفحة الأولى. الملف كان مليان أوراق قرية مهجورة اسمها قرية السرجة، مش موجودة في الخرائط الحديثة، وفيها تقارير عن اختفاءات غامضة جدا وحوادث غريبة حصلت من سنين طويلة. علي كل يوم كان بيقرأ جزء من الملف، كان بيحصل له حاجات غريبة، أصوات بتسمع في البيت، مرايات بتتحرك لوحدها، وصور من الملف كانت بتتغير قدامه لوحدها بدون أي تدخل منه. وفي صورة بيت مهجور ظهر ضوء غريب منه في الشباك، وبعدين ظهر شكل غامض واقف هناك. وفي يوم من الأيام اكتشف إن الورق في الملف بيكتب عليه من نفسه وجمل مرعبة جدا ومخيفة بخط مختلف بتقول احذر البوابة فتحت. حاول علي يسيب الملف، لكنه كان بيظهر تاني على مكتبه في الشغل وفي البيت، وكوابيس غريبة بدأت تلاحقه في النوم. وصل الأمر لعلي إنه قرر يروح القرية بنفسه عشان يفهم اللي بيحصل، ودي كانت بداية الكارثة الحقيقية اللي حصلت له. علي بعد ما وصل القرية حس بحاجة غريبة، حاجة مش طبيعية. الجو كان ساكن وكأن الزمن وقف. مشي في الطريق الترابي القديم، وكل ما قرب من قرية السرجة بدأ يشوف بيوت مهجورة مغطاة بطبقة سميكة جدا من الغبار والعناكب كمان، والأبواب كانت مشدودة بمسامير مصدية. وكان شكل القرية غريب جدا جدا ومرعب زي أفلام الرعب بالظبط. في نص القرية كان في بيت كبير قديم عليه مراية كبيرة مكسورة نصها. علي لما قرب منها حس إن المراية دي مش عادية، كان في انعكاس مش واضح، شكل كأنه ظل طويل بيتحرك في الزوايا. علي لما دخل البيت لقى ورقة مطوية على الأرض مكتوب عليها لو شفت ظل المراية ما تتلفتش ورا ظهرك. وفي نفس اللحظة سمع صوت خطوات خفيفة ونسمة هوا باردة عدت جنبه. قلبه بدأ يدق بسرعة، لكنه كان لازم يكمل ويعرف الحقيقة والمشكلة اللي هو فيها ديت. دخل غرفة تانية ولقى هناك لعبة أطفال قديمة، اللعبة دي كانت بتتحرك لوحدها. سمع صوت ضحك أطفال ضعيف جدا جاي من بعيد لكنه كان واضح. عادي بدأ يحس إن القرية مش مهجورة فعلا، لكن في حاجة بتتربص بيه. حس بخوف شديد لكن استمر إنه يدور ويبحث. وفي وقت الغروب لقى نفس الملف القديم اللي كان معاه مرمي على الأرض، ولما فتحه لقاه بيكتب تلقائيا. كتب حاجة غريبة جدا، وهي البوابة فتحت وراك فرصة تهربها، بس الزمن بيعدي بسرعة. بدأت الدنيا تميل للظلام، والهوا بقى تقيل، وصوت خافت بيهمس في ودنه وبيقول ارجع وإلا هتكون جزء من قرية السرجة. حاول علي يهرب، لكن كل ما حاول يلف الطريق يلاقي نفسه بيرجع لنفس المكان، والمراية بتفضل برضه تجيله. وفي لحظة فقدان الأمل ظهر ظل طويل من المراية وبصله بعينيه اللي مفيش فيها روح. الصراخ اللي صدر من علي كان آخر حاجة اتسمعت في القرية دي. بعد فترة رجع الناس يفتشوا عليهم، لقى الملف مفتوح ومكتوب، والصفحة الأخيرة مكتوب فيها الدور عليك. الصفحة اللي مكتوب عليها الدور عليك كانت بتلمع بضوء خافت كأنه بيصدر طاقة مش طبيعية، طاقة غريبة. علي ما كانش فاهم هو ده تحذير ليه ولا لعنة بتحوم حواليه. حاول يشيل الملف ويبعده عنه، لكن في لحظة حس إن الدنيا حواليه بتتقلب. رجع للبيت، بس البيت بقى مختلف تماما. الجدران كانت بتتنفس كأنها كائن حي، والهواء كان تقيل، وكان في كوابيس محبوسة فيه. والمراية اللي في البيت كانت بتعكسه، بس مش بتعكس صورته، كانت بتعكس حاجة تانية، حاجة زي ظل غريب. لكن كمان مشاهد من القرية بدأت تظهر قدام المراية بتاعته، وأحداث ما كانتش ممكن تحصل في العالم الطبيعي. وفي مرة لما بص في المراية شاف نفسه مش لوحده، كان في ظلال ضبابية كبيرة جدا وتقيلة جدا حواليه، وأصوات بكاء وصرخات خافتة جدا بتطلع من انعكاسه.
بدأ يسمع همسات بتقوله سرجة لسه عايشة ومش هتسيبك تفلت. العتمة بدأت تنتشر في البيت، وكل ما يلف ورا المراية يحس إنه بيغوص في عالم تاني، عالم مظلم كله وحوش وظلال ملهاش نهاية. وفي ليلة وهو نايم حلم إنه بيرجع للقرية، لكن القرية دي مش مكان عادي، لأ ده رجع للقرية التانية. كانت في بعد تاني، ومليان بيوت بتتحرك بشوارع بتتغير وشكلها غريب، وأشخاص بوشوشهم غير واضحة بيراقبوه من بعيد. صحي علي وهو بيصرخ، لكن الصوت اللي صحاه مش صوته، كان صوت واحد من الظلال اللي شافها في الحلم. يعني الحاجات اللي هو شافها في الحلم نفس الصوت دوت هو اللي صحاه. بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، والمراية بقت بوابات لعوالم تانية، وكل مرة كان بينظر فيها كان بيشوف نسخ مختلفة من نفسه في عوالم مظلمة أكثر رعبا وأكثر استغرابا. الأصوات بقت تلاحقه في الشارع، في الشغل، حتى كمان لما كان بيقعد لوحده. وفي اللحظة اللي حاول يهرب فيها رجع تاني للملف، ولقى رسالة جديدة مكتوبة: المراية مش بس بتعكس، المراية هي كمان بتسحب. قرر علي يحطم كل مراية في البيت واحدة واحدة، لكن كل مراية كانت بيتكسر بيها كان بيطلع منها ظلال أكتر وصرخات أقوى، والظلام بينتشر أكتر وأكتر في البيت. بعد ما علي حاول يحطم كل المرايات اللي في البيت، حس فجأة ببرودة شديدة بتغطي المكان، والظلال بتتقرب منه بسرعة. فجأة المراية اللي كانت محطمة بدأت تتجمع تاني وتترمم بنفسها، والبيت كله بدأ يهتز كأنه بيتنفس. ظهر الظل الطويل اللي كان في المراية، وقف قدام علي عينه في عينه. حس علي إنه خلاص، إنه مش هيقدر يفلت، وديت هتكون نهايته. وفي لحظة صمت رهيبة الظل مد ايده ومسك علي من كتفه، والبيت كله اختفى، وبقى علي محبوس جوه المراية بيتردد في عالم مظلمة، مكان لا نور فيه ولا مخرج فيه. ومن يومها مفيش حد شاف علي تاني، لكن في المراية اللي في القرية تقدر تشوف انعكاسه عيانا بيانا قدامك، ومستني حد كمان يجي ياخده. في النهاية علي اختفى ومحدش شافه تاني، لكن الملف ظل موجود لغاية دلوقتي، ومفتوح على الصفحة الأخيرة اللي مكتوب فيها: سوداء الدور عليك. وبكده يكون الموضوع خلص بتاع علي، وواضحة جدا إن المراية هي اللي سحبته، واللعنة مستمرة، واللي هيقرب أكتر هيتاخد بنفس الطريقة، ومصيره هيكون زي مصير علي. في أماكن كتير جدا غريبة، في عوالم غريبة وخفية جدا، الواحد مثلا لما يروح هيفكرها بحاجة غريبة، لكن بتكون وراها عوالم خفية، وراها حاجات غامضة جدا مرعبة، ممكن أصلا يروح هناك ما يرجعش، زي القرية دي بالظبط كده. وبس كده، سلام.